المعرض بيجي بتوقيت كتير حلو، خاصة بداية فصل الشتاء هلا. النحالين طالعين من الموسم وعاطفين عسل وهي، فكتير المناسب هلا إقامة المعرض. توقيته جيد، ويعني لفتة كريمة من اتحاد نحالين العرب انه يقوموا فيه بهالفترة هي من السنة. وهو مهم جدا، يعني عسى انه يصير عملية تحريك لتسويق العسل بالنسبة لتصديره لدول الخارج. قطاع النحل للأسف كتير عليه إهمال، لأنه أي مشكلة بتصير بالمجال الزراعي، يعني لما بيجي مثلا بتيجي الأعاصير الصغيرة بسموها الساحل، تضرب البيوت البلاستيكية، فورا بيتم الحساب وبيتم الإحصائيات وبيتم التعويض. أما النحالين للأسف ما عم يتم تعويضهم، يعني تعرضوا للحرائق في مناحل كتير راحت. تعرضوا السنة الماضية لفيضانات بالمياه، كثير مناحل راحت. ما عم يتم تشميل النحل بموضوع الكوارث، بموضوع التعويضات. هي واحدة من الصعوبات كثير بيعاني من النحال. بالإضافة لموضوع التسويقي، كمان النحال بحاجة لمساعدة بموضوع التسويق. هذا الشيء اللي نحن عم نحاول انه نشتغل عليه. العسل السوري ميزته انه الحمد لله مطابق بكل المقاييس للمواصفات العالميه، ان كان بتحاليل الانزيمات تبعه، ان كان بتحاليل السكريات، نسبه الرطوبه، الناقليه الكهربائيه، الحموضه، كل المواصفات مطابق فيها. المشكله نحن انه الكلفه ببلدنا الكلفه عاليه. نحال عم تكون الكلف عنده عاليه، خاصه بعد ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه، هي اللي كثير اذت النحالين بعمليه التنقل وكلف التنقل. فهذا عم يكون كلفه عاليه عند النحال، ما عم نقدر ننافس بالنسبه للاسعار العالميه. بس بالنسبه للمواصفات هو جميعهم مطابقين للمواصفات القياسيه العالميه. عندنا مثلا عندك عسل الحلاب، عسل الكينا، عسل حب البركه، الأعسال الجبلية. عندنا كثير نوعيات مرتبة وإلها سمعتها الدولية. ففي كثير أنواع من العسل وكلها قابلة للتصدير، يعني كونها مطابقة للمواصفات فكلها قابلة للتصدير. لكن بعد الانغلاق 15 سنة والعزلة عن العالم، نحن بحاجة إلى دفعة لحتى نرجع ننطلق وننشط عمليات التصدير للدول، خاصة الدول العربية.